هذا الملعب، وانتهى بفوز ريال مدريد بسباعية نظيفة. هنا لدينا الكرة ممتازة، أول أهداف الجول هي 3 دقائق ونص أمهل ريال مدريد لاس بالماس وسجل عن طريق إسكو أول أهداف. هكذا تأتي البداية عن طريق الملكي، ودائما هذه هي المباريات أن تتعامل معها بهذه الطريقة. شوف الكرة الماضية والضغط الذي كان عن طريق كاسيميرو غاية في الروعة بالنسبة لهذا البرازيلي الذي يقدم مباريات ممتازة. الضغط الأول وبعد ذلك الأسيست والتمرير لإسكو الذي سجل أول أهداف مدريد من خلال خيسيه في التشكيلة الأساسية. لدينا كروس، كاسيميرو، أعتقد بأن هذا البرازيلي ثبت نفسه. وهنا لدينا الله، سجل الدون الآن في مرمى لاس بالماس في الكرة الماضية. قال الدون، والدون صادق، قال الدون والدون صادق: لست الشخص الأكثر تواضعا في العالم، لكني أود التعلم. شوف الكرة الماضية، الله يا مارسيلو، الله يا مارسيلو، كرة غاية في الروعة على راس الدون ليسجل كريستيانو رونالدو. ليس في لاس بالماس، لا 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 لا، الدون لم يسجل في لاس بالماس، بل إن كريستيانو رونالدو سجل. ركلة زاوية، لدينا كم؟ 5 أسماء موجودة. الكرة العالية بالراس، الله، جول يأتي لمصلحة لاس بالماس. يسجل الآن عن طريق هيرناز، يسجل هيرناز سانتانا، وهنا تحت أنظار جماهير لاس بالماس والكل يتابع يناظر. كان وحيدا في اللقطة الماضية. شوف ما حد خلق بروحه، لا يوجد أحد مع هيرناز. أين ذهب دفاع مدريد في الكرة الماضية؟ أين ذهب دفاع مدريد في الكرة الماضية؟ هيرنان يسجل، يعادل ثالث هدافي الليغا تاريخيا وهو هوغو سانشيز. وهنا الله، خيسيه يسجل ثالث أهداف مدريد. هكذا يصنع بعدما أضاع خيسيه. رودريغيز يسجل ثالث أهداف مدريد تحت أهازيج مشجعي مدريد 3-1. هكذا يأتي الآن خيسيه ويسجل ثالث أهداف مدريد. شوف الكرة الماضية والتمريرة، شوف العدلة على الجهة اليمنى، وبعد ذلك قوية تسكن الزاوية اليسرى، زاوية خافي باراس. لم يستطع أن يصنع شيء في الكرة الماضية ليسجل خيسيه ثالث أهداف مدريد في الدقيقة 43.